السلام عليكم. كثير من الأخوة يسألونا عن محفظة زين كاش، شنو فوائد محفظة زين كاش؟ شنو الاستخدامات مالتها؟ شنو أقدر أنا استفاد بيها سواء أنا يعني كاستخدام شخصي أو استخدام كعمل؟ شنو اللي أقدر أنه استفاد بيها كزين كاش كمحفظة زين كاش؟ أول شيء محفظة مجازة من البنك المركزي العراقي، نظام حوالات أو نظام تحويلات أو نظام دفع إلكتروني. عن طريق المحفظة اليوم أنا أقدر أحول، يعني أستلم عليها حوالات، أحول إلى زبون آخر، بالإضافة إلى أقدر أسحب من 10,000 وكيل موجودين اليوم بالعراق. الملحقات اللي تكون ويا المحفظة الشخصية هي بطاقة الوالت كارد اللي هي بطاقة الماستر كارد. أنا عن طريقها أقدر اليوم أسدد إلى مواقع خارجية. أي موقع اليوم يدعم الدفع بالماستر كارد، أنا عن طريق زين كاش أقدر أشتري بطاقة الوالت كارد اللي متوفرة يم الوكلاء وأطلبها عن طريق التوصيل. عن طريق المحفظة راح تجينا عن طريق شركة توصيل، أستلم الوالت كارد من بعد ما يكون عندي محفظة شخصية طبعا سواء أولية أو دائمية، وأقدر أسدد بها المواقع الخارجية اللي هي تقبل الدفع بالدينار والدولار الوالت كارد. بالإضافة إلى إضافة ميزة جديدة اللي هي بطاقة الفيزا الافتراضية. عن طريقها يقدر الزبون اليوم بدون ما يشتري بطاقة الوالت كارد، بس مجرد أنه هو يسوي محفظة شخصية وياخذ بطاقة الفيزا الافتراضية. حاليا الرسوم مالتها هي 2000 دينار، بس مجرد أنه تشتري البطاقة، بطاقة افتراضية عن طريقها تقدر تعبيها وتشتري بيها من المواقع، تروج فيسبوك وإلى آخره. كذلك موجود بيها أرصدة الموبايل مثل شركة زين، شركة آسيسيل، شركة كوريك، تكون موجودة بيها جميع الفئات. بطاقات إلكترونية مثل بطاقات الألعاب والبرامج همات كذلك راح تكون كلها موجودة متوفرة بالزين كاش عن طريق المحفظة، يقدر الزبون يشتريها. تحويل الأموال نقدر نحول إلى محافظ شخصية أخرى، تعبئة من الحساب المصرفي. يعني أنا إذا عندي اليوم حساب بالمصرف الأهلي العراقي، أنا أقدر عن طريق حسابي اللي بالمصرف الأهلي العراقي أمول المحفظة مالتي، يعني أسحب من أموالي اللي موجودة بالمصرف إلى محفظتي الشخصية، وأقدر كذلك هم أعبيها بواسطة الفيزا أو الماستر. إذا أنا كان عندي فيزا، بطاقة فيزا أو ماستر، أقدر أعبي محفظتي الشخصية عن طريقهن. سحب الأموال كذلك أنا أقدر أسحب من 10,000 وكيل موجودين بالعراق، وكيل زين كاش. دفع خط الفاتورة، أنا اليوم أقدر أدفع إلى خط فاتورة، يعني سواء خطي أو خط شخص آخر، أنا أقدر أنه أسدد عن طريق محفظة الزين كاش. كذلك أنا أقدر أتعرف عن كشف الحساب الخاص بي، ايش قد عندي رصيد، ايش قد، شنو العمليات اللي انا مسويها اليوم. اقرب مركز معتمد، عن طريقها كذلك اقدر انا اطلع المراكز المعتمده التابعه شركه زين كاش، حتى اكون عن طريقها اشتري بطاقات الوالت كارد او اسوي سحب او الايداع. كذلك بالتطبيق يكون متوفر بعض الشركات اللي موجودة متعاقدة وشركة زين كاش كحجز طيران، تعليم ولا آخره، ذن يكون المتاجر يكونن. وبالفترة الأخيرة قامت أغلب المواقع اليوم تستخدم كزين كاش لبوابة دفع، يكون عن طريق زين كاش أنا أقدر أسدد من طريق المحفظة، يعني كدفع إلكتروني. وإن شاء الله إذا يعني أي شيء عندكم أي استفسار أي سؤال كتبوني بالتعليقات أجاوبكم. شكرا.